لا اله الا الله، لا اله الا الله. في حاجه غريبه يا جماعه، يعني انا مش عارف اتكلم، مش عارف ابتدي منين، يعني مش عارف ابتدي ازاي حتى، يعني مش عارف ابتدي ازاي. ظهرت فجاه كده في مجتمعنا حاجه جديده، او يعني احنا مش بنتكلم علشان نشهرها طبعا، احنا بس مش عايزين نوصل الموضوع لابعد الحدود. احنا بس مستغربين يا جماعه من رد فعل الناس مع السلوكيات اللي بتحصل في المجتمع، يعني رد الفعل بتاع الناس لما بتحصل حاجه غلط واثرها على المجتمع. يعني في ناس بتبتدي تعمل حاجات غريبه، يعني انا مش عارف ابتدي ازاي، بس انا هخش في الموضوع على طول. يعني في ناس عايشه بس علشان تنشر السلبيات وتثير الجدل بين الناس، تعمل مشكله كبيره بين يعني طبعا احنا كلنا عارفين في حاجه اسمها الراي والراي الاخر، كلنا معاها، وفي حاجه اسمها تأييد، ودايما مع التأييد بيجي معارضه. الاثنين دول موجودين، وحاجه يعني 10 على 10 محدش يقدر يتكلم فيه، تمام. انما القصه دلوقتي ان انت الموضوع لما يكون بيخص حاجه في دينك، او حاجه في سلوك واحد، او حاجه تهم مجتمع، او تخص اسره، او تخص حد معين، فما ينفعش يتطبق حته المعارضه والتأييد في النقطه ده. يعني في النقطه دي بالذات ما ينفعش التأييد والمعارضه يظهروا، يعني الاثنين دول المفروض يبقوا بعيد تماما عن الموضوع ده. القصه يعني غير متوقعه بالمره. يعني مش عشان احنا في مصر يا جماعه، مش عشان احنا في مصر هنبتدي نوصل الناس صحاب السلوكيات الخطأ، وصحاب اللي بينشروا اللي بيزعزعوا استقرار وسلوكيات البنات. مش هينفع نوصلهم للمرحله دي، مش هينفع نخلي الناس توصل في الحاجات دي. يعني احنا لو رجعنا كده شويه ورا هنبص نلاقي ان كان في بنت وولد منزلين صورهم في اوضاع مش كويسه، وفجاه العيال دي ابتدت فئه تطلع تنشر الموضوع، وفئه ثانيه بتعارض. الموضوع غريب، يعني المفروض ما فيش يعني واحد ينشر واحد، المفروض ما فيش واحد ينشر اصلا. وفجاه الناس اتشهرت، وفجاه الموضوع بقى ايه، يوصل لناس ثانيه، وبقى ابتدوا يقلدوا. ده الشعب المصري يا جماعه، ده احنا. ابتدى الموضوع يوصل لمراحل ان كل واحد بيشوف ايه اللي ممكن يتشهر بيه، او ايه اللي ممكن يعمله، مهما كان بغض النظر ايه القصه دي، بس بيعملها وبيقلد. بجد انا المفروض يعني اقول للبنت دي شابوه، شابوه بجد، شابوه. يعني بصراحه يعني عملتي حاجه جديده، هتنشري حاجه جميله بين الشعب المصري، وهتعملي بصراحه تآلف وتجانس بين الناس. يعني انت عملتي حاجه جميله جدا جدا جدا، مش عارف اقولها، مش عارف يعني. وبكره يا جماعه هتسمعوا عنها، يعني مش المره دي وخلاص والموضوع انتهى، لا. السنجل او السنجل ماذر. طيب انا مش عارف الموضوع ده حقيقي ولا ايه نظامه، هو شكله فيك تقريبا، لان انا مش متخيل ان في حد هيعمل كده. اكيد حد بيهزر يا جماعه، اكيد في هزار في الموضوع، وفي حوارات بتحصل، اكيد مش يعني مش مقصوده، اكيد مش جد، لا اكيد مش جد، ما تضحكش، تمام. فهي مش مقصوده، دي حاجه من الحاجات انا مش متخيلها، مش متخيل الموضوع بيحصل. ان واحده تطلع تقول انا سنجل ماذر وانا بتحدى ظروفي قدام الناس. انا بفكركم يا جماعه النهارده الموضوع ده في ناس هتبتدي تقلده، وخلاص هيبقى شهره، هيبقى موضه. دي مصر يا جماعه. فيا ريت يا جماعه الناس دي لما تظهر كده في حياتنا، يا ريت نخفيها. في ناس بتقول يا جماعه اللي الناس مش عارفه وازاي، وشوفوا الراجل اللي غلط، والراجل اللي عمل الصح، والراجل اللي عمل هو ايه ده يا جماعه. دي واحده من مليون او 20 مليون حصل معاها كده. وهي يعني انا مش عايزه اتكلم كلام ديني، واحد يقول لك انت عم انت وانت بتفهم فمش عارفه ايه. لا بص يا جماعه، هي اذا بليتم فاستتروا. يعني دي قصه حاجه في العائلات، هي تحدت الظروف، ماشي مع نفسك. انت دلوقتي بتنشري حاجه للناس، بتنشريها بطريقه سلبيه علشان الناس هتبتدي تاخد معاكي موقف، وفي ناس هتساعدك وفي ناس هتقف ضدك. انا معاكي. طب القصه دلوقتي اللي بعد كده ايه الاحداث اللي هتترتب؟ ان انا شايف في ناس بتتكلم بجديه جدا، منزلين صور البنت دي، وبيقولوا ان البنت دي يا جماعه عندها حق، اصل الراجل خانها وزبعها ومش عارفه ايه وغلط معاها وسابها ازاي يعني. فيعني الموضوع وصل ان انت المفروض تتقبل الوضع، والمفروض انت كمان تعملي زيها. يعني انت حضرتك لو حصل معاكي كده اوعي تخبي، هزعل منك. عايزك تنزلي صورك مع البيبي وتقولي الله انا جبت بيبي وهتحدى الدنيا خلاص. انا عايزك خلاص، ما فيش غير كده. مصر ام الدنيا. الموضوع ده يا جماعه في كل حته غلط. ممكن في يعني يا ابني عندكم في الاساتيس في الهند، ايش كلام في الهند هذا نفر يا جماعه. ده مش عندنا احنا. انا سوري لللفظ، هو الراجل مش عارف يتكلم، بس انا مش عارف اقولها ازاي. بس يا جماعه خلي بالكم، علشان احنا بنطلع كده سلالم الفشل الذريع، الفساد، الجهر بالسوء.